يا فندم بقول لحضرتك ما ينفعش تقابله من غير ميعاد. يا بنتي هو انت هتخسري حاجه لما تبلغيه؟ قولوا له بس عمك سعيد ابو علب والد نعمه اللي كنت بلعب معاه شطرنج في المستشفى. يا فندم قلت لك ما ينفعش. يا بنتي قالك تبلغيه يبقى تبلغيه وخلاص. انت بتبيع وبتشتري فينا ليه؟ ياسين بيه، في واحد هنا عايز يقابل حضرتك اسمه الأستاذ سعيد. يا ياسين بيه، يا ياسين بيه، انا سعيد ابو علب والد نعمه. اتفضلوا. السلام عليكم. يا اهلا يا اهلا. اهلا يا عم سعيد، يا اهلا بيك، نورت الدنيا. الله يخليك. اهلا وسهلا. انا واقع في عرضك يا ياسين باشا. خير في ايه؟ نعمه بنتي مختفيه من امبارح، ما نعرفش هي فين. قلت اجي لسعادتك عشان انا عارف معارفك كتير وممكن تساعدني. طبعا يا عم سعيد، ما تقلقش، ان شاء الله هنلاقيها. هتكون راحت فين بس؟ ممكن والعياذ بالله تكون خبطتها عربيه. بعد الشر، فلا الله ولا فالك. انا فعلا خايف يكون حصل لها حاجه. ربنا يستر. لا ما تقلقش قوي كده يا اكرم، ان شاء الله خير. نعمة ما يتخافش عليها. السلام عليكم. نعمة فين يا محمد؟ بندور عليها من امبارح ومش لاقيينها. مش لاقيينها؟ امسكي نفسك، امسكي نفسك. ايوه، فين نعمة يا سارة؟ انت مين؟ أنا محمد المساعد بتاعها، وكنت معاها امبارح قبل ما تدخل البيت عندك، ومن ساعتها واحنا مش لاقيينها. هي فين؟ نعمة عملت مصيبة امبارح وصلاح مش عارف يخرجها منها. بقول لك ايه، سيب لي نمرة تليفونك وانا هبقى اكلمك علشان تيجي تقابلها. طب أنا هقوم على عومك وهستنى منك مكالمة، بس لو طلعتي بتشتغليني أو طلعتوا عملتوا في نعمة حاجة أنا هبلغ البوليس. ولا أقوم على عومك ليه؟ أنا هروح أبلغ البوليس دلوقتي، هقول لهم نعمة جوزها اتجوز عليها الست دي، وامبارح دخلت البيت عندهم ومن ساعتها اختفت. هم بقى يتصرفوا. انت حر، عايز تبلغ البوليس بلغهم، بس انت كده هتكون بتورط نعمة. ولا اقول لك خليني اجي معاك ونبلغ احنا الاتنين مع بعض، اخلص برضو انا كمان من الموضوع ده. ايه رايك؟ تحب اعمل كده؟ ماشي، أنا هستنى تليفونك. هستنى تليفونك. هستنى تليفونك. صلاح، في مصيبة يا صلاح. صلاح رحنا في داهية، صح؟ رحنا في داهية، رحنا في داهية. صلاح، طب هي لو اتطربقت فوق دماغنا هتبيعني؟ قسما بالله العظيم لو قلت حاجة أنا هقول إنك أنت دفنتها معايا وقتلتها معايا. كلام خايب مش عايز. بدل ما اسيبها تتطربق فوق دماغك بجد ولوحدك، هتهدديني تاني وهتحطي لي فوق همي هم،
هسيبك في اللوصه بطولك وهخلع. فاهمه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هاتي رقمه. يلا. الجثة اللي هوريها لك دلوقتي لقيناها مرمية في النيل، السمك مشوه وشها وجسمها كله، والتقرير بيقول إنها غرقت امبارح بالليل. قلت أجيبكم يمكن تتعرفوا عليها وتطلع مراتك. افتح. يسعد. لا لا لا، مش قادر اشوفها كده. لا لا لا. ايه يا عم سعيد؟ نعمة سابتنا ومشيت يا عم سعيد. نعمة ماتت يا عم سعيد. نعمة دي غريبة جدا، عمري ما شفت واحدة زيها. مواضيعها كتيرة، ذكية جدا، تسمع عنها أكتر ما تشوفها، غير إن هي زي القمر. وسنة طويل وهزقتنا وطردتنا من قدام بيتها. كمل يا ياسين كمل، أنا سامعك. أنا مش عارف أنت ليه حاطط نقرك من نقري في الموضوع ده بالذات، وقف لي فيه على الواحدة. أنا مش عارف أرد عليك وأقول لك إيه بصراحة. وصلت لحاجة يا شلبي؟ نعمة ماتت يا باشا. ماتت؟ ماتت يعني إيه؟ ده كده الصح. عملنا لك أشعة على المخ عشان نطمن، أحسن ما يكون في حاجة والعياذ بالله. هتقعدي معانا تحت الملاحظة لحد بكرة، والدكتور الصبح هيجي يبص على الأشعة ويطمنا، ولو تمام هتطلعي على طول.